السلام عليكم. هاي يا حلوين، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا دايما في احسن صحة وفي احسن حال. معاكم اميرة من قناة ميرا شو. لو اول مرة بتشوفيني اعملي لي سبسكرايب للقناة وفعلي الجرس عشان يوصل لي كل فيديو انا بنزله، واعملي لي لايك للفيديو لو عجبك، واكتبي لي كومنت حلو قولي لي رايك فيه. النهارده هنعمل مع بعض روتين عادي جدا، اللي هو الروتين اليومي بتاعنا العادي. بس يعني كانت الشقة مش عجباني شوية، فهشيل السجاد يعني كله وهمسح، يعني هكنس وامسح وهنفض وكده. وان شاء الله الروتين الجاي باذن الله هيكون روتين على ترويقة الشهر، هعملها معاكم باذن الله. ترويقة الشهر دي اللي انا قلت لكم عليها، اللي هي بغسل طبعا السجاد ده عشان السجاد عندي ابيض، وبغسل فرش الكنب وبغسل الكوشنز. بصوا يا جماعة، لو حد منكم عنده الكوشنز اللي هي الفرو، يا ريت يغسلها بشامبو، سوري، برسيل جل او اوكسي اي حاجه يعني، بس يكون جل مش اريال. تمام، هتنضف معاكم وتبقى زي الفل. لكن لو عملتوها باريال عادي هتبوظ. فالاحسن ان انتوا اعملوها بشام سوري، جاي معايا شامبو قوي، ببرسيل جل او اوكسي جل، هتبقى زي الفل. انا بغسلها يعني بغسلها وكده، وبعد كده بنشرها طبعا، وبعد ما بتنشف بحطها في الكسوة بتاعتها وبخيطها على ايدي، وبعد كده بسرحها بقى بالمشط. محدش يتريق على التسريح، هو الشعر الكوشنز ده الفرو لازم بيتسرح علشان ما يبقاش معاكي مكرمش كده وكأنه طالع كده شكله مش لطيف خالص. فاللي هو بسرحه بالمشط يعني وكده، وبيبقى زي الفل يعني. بصوا، انا طبعا زي ما قلت لكم، انا البوتاجاز كنت بغسله على طول يعني كل يوم زي ما قلت لكم بعد الغدا. بس بغسل الحوامل، وبغسل اللي هي الاقراص بتاعه الكوش دي، وبغسل البوتاجاز العادي والكوش وكده. انا بغسلها مره يعني في الاسبوع، اللي هي تروية الاسبوع، لما بتكون متوسخه بغسلها وهي ما بتكونش متوسخه قوي. وبس زي ما قلت لكم كده، هي الاقراص هنا غسلتها، وغسلت الحوامل، وبعد كده هغسل البوتاجاز. وان شاء الله بقى في ترويقة الشهر الجاية، زي ما قلت لكم، انا هغسل السجاد وبغسل فرش الكنب، وطبعا بغير الملايات وبغسل الستاير التل، وبعمل كل ده علشان الحاجة لما بتعمليها اول باول كده تبقى خفيفة كده عليكي وما تتعبكيش. لكن لما بتقوميها عليكي بصراحة بتبقى هم جدا. فانا بعمل الحاجات دي، يعني بعملها مثلا بغسل الحاجات دي قبلها بيومين او كده، السجاد والمفارش والحاجات دي، وبخلي بقى بعد ما بغسلها وبتنشف ببدأ افرش بقى على طول. واليوم اللي بغسل فيه الحاجات دي، انا الترويقه دي بتاخد في ايدي يومين. اليوم اللي بغسل فيه الحاجات دي بعمل السيراميك، لو في حاجه وسخه او كده بنضفها، والحيطان لو فيها حاجه مش نظيفه او كده بمسحها، لان انا عندي البياض ده بلاستيك مش زيت، فما ينفعش يتغسل، فطبعا بمسحه. والسيراميك وكده بعمله، بصبن طبعا الحمام، بس سوري التويلت. وبعد كده بقى تاني يوم ببدأ بقى ان انا افرش على طول. هصور لكم الحاجات دي ان شاء الله خطوة بخطوة، وهوريكم انا بعمل ايه. ويا رب الفيديوهات بتاعتي تعجبكم يا رب بإذن الله، وتكون خفيفة على قلبكم. عايزاكم بقى تشتركوا معايا في القناة، وتعملوا لي وتفعلوا زر الجرس زي ما قلت لكم، واكتبوا لي بقى في الكومنتات ان انتوا مثلا اشتركتوا معايا في القناة جداد يعني وكده، علشان نكبر عيلتنا وتبقى احسن عيلة بإذن الله. تمام. بص، انا غسلت البوتاجاز، بغسله بالسلكة الاول،
وبعد كده بغسله بالسبونشة علشان يبقى بيلمع كده ويبقى نظيف وحلو. بس بصوا هي الكوش لو لاحظتوا كده فيها كم يعني، كل كوشه كده فيها بقعه بس صغننه خالص مش باينه يعني. فبصراحه ما رضيتش ان انا اغسلها وكده، حسيت ان هي مش مستاهله يعني. فبدات ان انا اعمل الحاجات العاديه، وصبنت طبعا المواعين وعملت يومنا العادي، وشلت شلت السجاد وكنسته ومسحته وغيرت الملايات. وعملت البلكونة ونضفت كل حاجة. بس الأوض كانت نظيفة يعني. أنا بعد ما نضفتها وكده وخلصتها، للأسف ولادي وجوزي يعني ناموا فيها، فما عرفتش اصورها لكم بقى، معلش. صورت اللي هي الصالة، غرفة المعيشة يعني اللي احنا بنقعد فيها، وصورت لكم المطبخ. صلوا على النبي يا جماعة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، عليه أفضل الصلاة والسلام. بصوا طبعا أنا بوريكم يومي اللي هو العادي خالص. بصوا كنت عاوزة أقول لكم حاجة. مامتي يعني راحت اشترت لأختي حاجات في جهازها يعني وكده. محل في اسمع المحل ده يعني في سوق غزة. حاجته بصراحة يعني فوق الممتازة، حاجته تحفة جدا 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 جدا، فوق ما أي حد يتخيل بجد. هو ممكن يكون ده رأيي الشخصي يعني، بس أنا بصراحة حبيت حاجته جدا، لأن أنا كشخص بحب قوي الحاجات التركي. الحاجات الفواتح دي، بحب الحاجات دي قوي في المفروشات يعني، والحاجات دي عامة في كل حاجة. فجابت لها يعني فوط، وجابت لها ملايات، وجابت لها حاجات بسيطة يعني، كام طقم وكام طقم، واللي هي المفارش بتاعت القطيفة دي بتاعت العرايس. فبصراحة شكلها حلو جدا جدا جدا. اكتبوا لي في الكومنتات لو حابين ان انا اصور لكم فيديو بالحاجات دي يعني واوريها لكم. ولو عجبتكم وحابين ان انا اروح اعمل لكم واصور لكم في المحل يعني وافرجكم على الحاجة وكده، تمام يعني. اكتبوا لي في الكومنتات الاول لو حابين ان انا اصور لكم الفيديو هصوره لكم، بان انا اوريكم الحاجه بتاعت اختي. ولو عجبتكم حابين ان انا اروح اعمل لكم اصور لكم في المحل هناك، فتمام ماشي، ما عنديش اي مشكله، انا تحت امركم. بس بصراحه الحاجات يعني عجبتني جدا يعني. عايزاكم بقى تكتبوا لي كده في الكومنتات وتشجعوني كده ان انا انزل لكم فيديوهات كل يوم. شجعوني كده واكتبوا لي ان انا انزل لكم باذن الله فيديوهات كل يوم، او على الاقل خالص يوم ويوم، لان انا بصراحه مش عارفه، حاسه ان انا مكسله قوي اليومين دول. وغير كده طبعا انتوا عارفين الولاد وكده، وانا معايا توأم، فبصراحه الموضوع مجهد جدا جدا جدا. الولاد واخدين كل اليوم يعني، واخدين كل يومي وبيتعبوني قوي بصراحه يعني. الله يكون في عون بصراحه كل اللي معاه اطفال، ربنا يعيننا كلنا يا رب. وبكسل يعني وكده. فاكتبوا لي كده في الكومنتات لو حابين ان انا اصور لكم يعني باذن الله فيديو كل يوم، واشارك معاكم يومي كله باذن الله يعني. هعرفكم يومي كله ماشي ازاي ان شاء الله. بصوا هنا انا غسلت الرخامة. بصوا يا جماعة، الرخامة دي انا وقفت عليها، كنت بجيب حاجات من فوق المطبخ يعني وكده، وقفت عليها. حتى لو انتوا تاخدوا بالكم هتلاقوا شرخ كده في النص، وقفت عليها اتكسرت يعني، شرخت كده. فخلوا بالكم بلاش تقفوا على الحاجات دي حتى لو هي تقيلة او كده. محدش ضامن يعني، فخلي بالكم. بصوا هنا الميكرويف، انا الميكرويف ايدي فيه على طول، وجايبه له حتى مسحوق كده، منظف يعني الميكرويف. كنت جايباه من ماي واي، بس بصراحه كويس جدا جدا جدا. هو للميكرويف والتلاجة بعمله بيه على طول. بس المره دي كان نضيف، ما كانش بس غير الازازه دي كنت بسخن حاجه وده لقيت يعني كده في الميكرويف يعني وكده، فعشان كده اتبهدل يعني شويه. وهنا دي الرخامة التانية، مسحتها كده بسيط، هي كانت نظيفة مفيهاش حاجة، لان انا بعملش عليها حاجة، حاطة عليها القلاية والحاجات دي بس، فما بعملش عليها حاجة. فكانت نظيفة يعني، مسحتها كده عادي، وشلت طبعا السجادة ومسحت كنست ومسحت ونفضت وفرشت السجادة، سوري. بصوا هنا دي منظر الصالة، انا غيرت المفرش، وبصوا حطيت المفرش ده. جماعة المفرش ده يعني ما انصحش ابدا حد يشتريه بجد. المفارش الشاك دي وحشة جدا جدا جدا، مهما انا اقول لكم ان هي وحشة قد ايه مش هتصدقوا. بتلم سوري يعني زبالة وتراب، ومهما تنضفي فيها وتغسليها ما بتنضفش، ده هي الكاميرا مدارية يعني بلاوي. فطبعا عشان اغسله بنقعه في بطاس واريال من قبلها بيوم، وبعد كده بدوس عليه برجلي وكده، وبعد كده بغسله بالفرشة علشان ينضف ويوصل للمرحلة دي. فبصراحة صعب جدا وما انصحش ان حد يشتريه.
وممكن قولوا لي انتوا، اكتبوا لي برضك في الكومنتات، ممكن يكون حد، وده اسلام ابني متاخدوش في بالكم، ممكن يكون يعني حد جابه وكده وكان كويس معاه. بس انا والله جبت النوع النضيف، يعني ده كنت جايباه ب450 جنيه من سنتين، فكان اغلى حاجة، كان نضيف، نوع نضيف جدا. بس للأسف مش حلو خالص. حبيت النوع التاني اكتر، اللي هي 3D تحفة. وهنا بقى صورتلكوا الغدا. انا عملت كشري مصري كده. قلت يعني اشارك معاكم يومي كله بعمل ايه وكده. طبعا حطيت الزيت، وبعد كده بحط البصلة زي ما كلنا العادي يعني بتاعنا في الاكل، بس انا حبيت اشارك معاكم يومي كله. وطبعا هنا البصلة بقلبها يعني وكده علشان تتحمر. اول ما انا بصراحة، وهنا الحمص والعدس ابو جبة كنت عاملاهم، سلقاهم يعني وكده. انا البصله ما بخليهاش تحمر اللي هو تبقى غامقه قوي، لا تصفر ذهبي كده، وبعد كده بضيف الاكل على طول. وهنا انا بعمل الكشري، بحط عدس اصفر على رز واغسلهم مع بعض وبعملهم يعني مع بعض، هو والشعريه والكلام ده هتشوفوا دلوقتي معايا. بس وهنا بقى حطيت الزيت وبحمر الشعريه. وهنا التوابل، شوربه ماجي وكمون وفلفل اسمر وكزبره ناشفه، مش عارفه بنهج ليه، وكزبره ناشفه، وطبعا ملح حسب الرغبه. وهنا حطيت جربوه يا جماعه، حطوا فيه شويه عدس اصفر كده صغيرين مع الرز، هيبقى حلو جدا، هيعجبكم جدا. بس وهنا طبعا حطيته. وهنا كنت سلقه المكرونه سباكيتي. وهنا الرز استوى والصلصه خلاص خلصت يعني. وهنا بعمل الشطه. انا طبعا بحط الزيت على النار يقدح، وبعد كده بحط الشطه، حتى اول ما الشطه تنزل كده هتلاقوه بيغلي كده بيفور. وبقلبها، بقلبه شويه يعني كده زي ما انتم هتشوفوا دلوقتي. بس حاجه بسيطه، بس خلي بالك عشان ما تتحرقش منك، هي دي الشطه الزيت يا حبايبي. وهنا حطيت معلقه كبشه صلصه عليها وقلبتها، هي تقلبتين بالظبط بتطفي عليها، ما بتتسبكش دي ولا حاجه، ما بتاخدش وقت معاكي وخلاص. وممكن تعمليها كمان بالصلصه بالقوطه وهي مش متسبكه، يعني تسيبي شويه قوطه قبل ما تحطي في التسبيكه حبه صغيرين وتعمليهم بيها. بس وعملت الدقه وخلصت كل حاجه كده، وكده الفيديو خلص. ويا رب الفيديو عجبكم ويكون خفيف على قلبكم، وكده خلاص خلصنا. باي باي.